السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. بيزداد الخوف كل يوم من انفلونزا الطيور اللي هي بتتسمى عندنا الشوطة، وبيزداد الخوف في الوقت ده تحديدا من المرض ده لأنه بياخد الطيور بدون أي روية، وفي لحظة بتلاقي الطيور كلها راحت ونفقت. لذلك انا جاي احصل لك الطيور بتاعتك من انفلونزا الطيور بخلطة طبيعية جدا ما فيهاش اي تدخلات كيميائية. لو استخدمتها انت كده بتحصن الطيور بتاعتك ضد انفلونزا الطيور او كل الامراض التنفسية اللي ممكن تجي لهم في الفترة دي، اللي هي غالبا بتبقى انفلونزا الطيور اللي هي بتبقى الشوطة. فركز معايا اقول لك على الخلطة وازاي تستخدمها، لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. ارخم حاجة في انفلونزا الطيور او الشوطة ان هي ملهاش علاج، يعني مرض ملهوش علاج. لو جه للطيور انت وحظك بقى هياخد كام في المية منهم؟ ممكن ياخد 10%، 20%، 50%، بس في الغالب بياخد نسبة كبيرة منهم، بياخد أغلبيتهم على حسب حدة الفيروس أو قوة المرض انت وحظك. فعلشان تتعامل مع المرض ده انت ما ينفعش تستنى لحد ما يجي للطيور، لازم تتجه الى العلاج الوقائي. العلاج الوقائي ده اللي بتديه للطيور وانت عارف كويس قوي ان هم هيجي لهم الفيروس، مش يجي لهم يعني يتعدوا، لا، يعني هيتعرضوا للعدوى. كده كده هيحصل في الفترة اللي احنا فيها. بسبب ايه؟ بسبب ان دي الفترة وده الموسم بتاع انتقال وهجرة الطيور من مكان لمكان. فشيء طبيعي جدا تلاقي الطيور عندك يعني اختلطت بطيور تانية، عصافير، حمام، اي طيور حطت على السطح، سابت فضلاتها او كلت او شربت من الاواني، العلافات والمسائل بتاعة الطيور اللي عندك، فالفيروس انتقل. تمام. فشيء طبيعي جدا ينتقل الفيروس، وشيء طبيعي جدا ان انت تكون عامل حسابك على الموضوع ده، مش بعلاج للفيروس لما يجي، وانما بوقاية للطيور بتاعتك. فبما ان الفيروس كده كده هيخبط في الطيور، فلازم يبقى جسم الطائر معد ومجهز ضد الفيروس ده. تمام. طبعا في بعض الناس بتدي التحصينات اللي هي بالادويه، وتحصينات الادويه انا بنصح بيها جدا برضو. في تحصينات بتتباع في الصيدليات انا بنصح بيها جدا لو انت عايز تريح دماغك وما تعملش خلطه. انما لو انت من هواة استخدام الاشياء الطبيعيه والاعشاب الطبيعيه والمكونات الطبيعيه، فالفيديو ده مخصص ليك علشان تعمل وقايه وتحصين فعال جدا طبيعي ضد انفلونزا الطيور وضد كل الامراض التنفسيه اللي ممكن تجي لهم في الفتره دي. تمام. الخلطه بتاعتنا مكونه من 3 مكونات، يعني فيها 3 مكونات و3 اضافات. اول حاجه العسل الابيض اللي هو فيه شفاء اغلب الامراض عموما. يعني العسل الابيض ده حاجه سحريه وتستحق ان احنا نقول عليها سحريه فعلا. تمام. يعني احنا ممكن نقول على الخلطه دي سحريه عادي جدا من غير ما نحس ان احنا بنحور عليكم او بنكبر الموضوع، لان العسل الابيض موجود في الخلطه. العسل الابيض ده حاجه ساحرة فعلا في علاج وشفاء الكثير من الأمراض، نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. فلما نيجي نستخدم العسل الأبيض في الخلطة نبقى مطمنين كده إن التأثير هيكون كبير جدا لزيادة مناعة الطيور ضد أي مرض تنفسي أو بكتيري على فكرة، او حتى مرض بكتيري. مش ضروري الامراض التنفسيه وبس. هناخد قد ايه من العسل الابيض؟ هناخد معلقه من العسل الابيض. تاني مكون معانا هو الكركم. الكركم مهم جدا في الفوائد المناعيه بتاعته والفوائد التحصينيه ضد الامراض التنفسيه او غيرها من الامراض اللي ممكن تصيب الطيور. فالكركم برضو بيضاد الالتهابات، فاي التهابات في الجهاز التنفسي هيكون شغال ضدها. بيضاد الالتهابات الموجودة سواء في المفاصل أو حتى في الجهاز التنفسي. يعني هو شغال في كل الاتجاهات الكركم ده، وبيظبط عملية الهضم وامتصاص الطعام والاستفادة من الطعام وكل الكلام ده. ده غير انه بيرفع الخصوبة، بيرفع الخصوبة وبيعزز مناعة الطائر بشكل عام ضد انفلونزا الطيور او ضد اي مرض ممكن يصيب الطيور بتاعتك. وده تاني مكون معانا في الخلطة.
تالت مكون معانا في الخلطة هو الليمون. وطبعا برضو الكركم اللي اتكلمنا عنه هناخد منه معلقة زيه زي العسل، معلقة عسل ومعلقة كركم. اما الليمون بقى، فالليمون احنا عارفين كويس قوي فوائده المناعية ضد الفيروس بشكل عام. فيتامين سي من الحاجات الضرورية ان احنا نهتم بيها، وان احنا نهتم ان هي تكون متواجدة في جسم الطائر، لان فيتامين سي تعزيز طبيعي جدا ضد اي نوع من انواع الفيروس. لكن كل الحاجات دي مش بتعالج يا جماعة. يعني ما مش بقولك ما تستخدمهاش لو الطيور اتصابت بانفلونزا الطيور، لا استخدمها عادي جدا، وخصوصا الليمون تمام، والعسل طبعا والكركم كلهم مفيدين، لكن انا بديها لك علشان تبقى وقاية. فحضرتك دلوقتي الطيور بتاعتك ما عندهاش فيروس انفلونزا الطيور، ما عندهاش اي اصابات تنفسيه، فحضرتك تقول خلاص بقى مش مهم، انا هستنى لما تحصل اي مشاكل وهبقى قد الطيور الايه الدواء ده، وهبقى قد الطيور التحصين سواء الطبيعي او الكيميائي من الصيدليه. حضرتك كده حكمت على الطيور بتاعتك بانتظار المرض، وحكمت على مناعتهم بالمقاومه لوحدها ضد اي مرض يدخل جسمهم. وده صعب جدا، لان انفلونزا الطيور فيروس مش سهل ابدا ان الطيور تتحكم فيه، ومش سهل ابدا ان الطيور لوحدها تقاومه من غير اي تعزيزات خارجية. واكرر عليك، حضرتك عايز تروح تشتري دواء من الصيدلية تعزز بيه مناعة الطيور، تقول لهم عايز تحصين ضد انفلونزا الطيور، هيدولك عادي جدا. ولو تعرف تحقن الطيور او تقدم ليهم التحصين ده باي شكل وباي طريقة، اعمل كده عادي جدا. ولو ما بتعرفش ممكن تجيب طبيب بطريقة او تودي ليه الطيور يحقن لك الطيور بالتحصينات وكل الكلام ده. لكن على ايه كل الصداع ده؟ هل بيختلف التحصين الصيدلي او البيطري تمام عن التحصين الطبيعي؟ من وجهة نظري لا. يعني كفايه العسل الابيض اللي انت هتستخدمه في الخلطه، تاثيره كبير جدا، تاثيره سريع جدا وفعال. فانت يعني في ايدك دي وفي ايدك دي، مطمن للادويه استخدمها، مطمن العلاج الطبيعيه والاعشاب والحاجات الطبيعيه استخدمها. ومفيش افضليه لحاجه عن حاجه، بس كل واحد وخبرته في الموضوع، وكل واحد ورؤيته للحدوته كلها. احنا عن نفسنا وجهة نظرنا ان العلاجات الطبيعية لو انت عندك خبرة فيها هتديك نتيجة افضل بكتير جدا من الادوية. لكن الادوية لها وقتها ولها استعمالها ولها ظروفها. يعني انت لو ما بتفهمش وما عندكش خبرة، يبقى الجأ على طول للحاجة الجاهزة علشان تاخد افضل نتيجة ممكنة. وبكده انت هتعالج الطيور بتاعتك او هتعمل وقاية ضد انفلونزا الطيور والشوطة في القطيع بتاعك كله. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ونشوفك على الف مليون خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.